ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايبه لكم وصفه مخبوزات غير اي مخبوزات ممكن تكونوا جربتوها قبل كده، وتحدي طعمها مختلف تماما عن اي عجينه احنا عملناها قبل كده. عايزه اقول لكم ان هي طعمها شبيه جدا للبريوش. يعني دي مش اي وصفه معجنات ممكن انتوا تجربوها. حرفيا مختلفه تماما، طعم وشكل وريحه وكل حاجه. وكمان عايزه اقول لكم الوصفه بتاعتنا النهارده سهله وبسيطه في المكونات، بسيطه في التحضير، بسيطه كمان في الخبز. ما بتاخدش وقت، بس بتطلع مميزه جدا في الشكل، في الطعم، في كل حاجه مميزه في كل حاجه. ومش قادره اوصف لكم بقى هي طريه وناعمه قد ايه، بتدوب كده في البق حرفيا. طرية جدا وناعمة جدا. ودي غير اي وصفة معجنات محشية ممكن تكونوا انتوا جربتوها قبل كده. احتفظوا بالوصفة، لان العجينة النهاردة بتاعتنا هي عجينة ناجحة 100%، وتقدري تعملي بيها حاجات كتيرة جدا. بجد النهاردة الوصفة بتاعتنا رهيبة. جربوها يا جماعة، هتستمتعوا بشكلها وبطعمها وبطريقتها المختلفة. وبجد كمان طعمها مايل جدا جدا للبريوش، يعني هي مش طعمها خالص زي المخبوزات او العيش. او كمان عارفين الحاجات اللي بنشتريها من الافران بتبقى محشية تمر، دي طعمها مختلف تماما عن اي حاجة محشية تمر احنا بنشتريها من بره. طعمها رهيب. عشان تصدقوا ان هي فعلا خطيرة، لازم بجد تجربوها، لان بجد هتنبهروا بطعمها وبشكلها، وحاجة كده بجد رهيبة. تعالوا بينا نشوف عملنا المخبوزات بتاعتنا الفيونكات دي الخطيرة ازاي. اول حاجة عندي في طبق كبير احط كوباية من الحليب تكون دافية. بعد كده احط بيضة بدرجة حرارة المطبخ. وبعد كده هحط نص كوباية من الزبدة تكون دايبة بس مش سخنة. بعد كده هنحط سكر، هكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. بعد كده هنحط خميرة، ونكون متأكدين ان الخميرة كويسة. انا متأكدة ان الخميرة بتاعتي كويسة جدا. لازم تتأكدوا ان الخميرة بتاعتكم تكون كويسة عشان الوصفة كلها تطلع رهيبة. هدي تقريبا تمام كده لغاية ما كل حاجة تندمج، احس ان حبيبات السكر دابت كويس كده في الحليب، والبيض كده خلاص اندمج مع الحليب، والخميرة كمان دابت مع المكونات السائلة بتاعتنا. هقلب كويس قوي وننزل اي حاجة كده في الجناب، وخلاص اتأكدنا ان كل حاجة اندمجت مع بعض. تعالوا نكمل بقى بقية المقادير اللي هنضيفها. عندي بقى هنا الدقيق بتاعي. انا الدقيق بتاعي مش هحطه كله، انا هحط نص الكمية. وبعد كده هحط عليهم بقى رشة ملح، وهحط عليهم بيكنج باودر، وهحط كمان رشة فانيليا. هقلبهم مع بعض كويس قوي كده. بعد كده هبدأ اضيف الدقيق بتاعي تدريجيا لغاية بقى ما اوصل لقوام العجينة بتاعي المظبوط. قوام العجينة يا جماعة لازم يكون بيلزق، حاجة بسيطة قوي، ما تكونش مكتومة بالدقيق. يعني العجينة كل ما كانت مكتومة بالدقيق مش بتلزق ولا في الايد ولا في الطبق، هي ما بتبقاش عجينة مثالية، بتبقى عجينة ناشفة. لو بنعمل بيها فطاير او مخبوزات بتبقى ناشفة مش هشة وطرية. فالعجين بتاعنا لازم يكون فيه نسبة صغيرة كده من التلزيق في الطبق او في الايد، علشان خاطر تطلع الوصفة بتاعتنا والفطاير بتاعتنا هشة كده وناعمة وطرية. كمان التكة بسيطة قوي النهاردة برضو هتنجح معانا المخبوزات بتاعتنا. احنا لازم نعجن العجينة ونخدمها صح. يعني انا عجنتها مثلا حوالي من 4 ل5 دقايق كده، وبنزود الدقيق تدريجيا زي ما انتم شايفين. هكتب لكم هي خدت مني كمية دقيق بالظبط قد ايه تحت في صندوق الوصف، بس اعملوا زي ما انا عملت كده بالظبط. كمية الدقيق اللي انا هقول لكم عليها اللي مكتوبة تحت ان شاء الله دي تحطوا نصها، والنص التاني ضيفوه تدريجيا لغاية ما توصلوا للقوام اللي احنا عايزينه ده. بتلزق كده زي ما انتم شايفين في الطبق، حاجة بسيطة، مش بتلزق في الايد قوي، بتلزق في الايد في الطبق حاجة بسيطة كده. وهنفضل نعجن فيها لغاية ما تبقى ناعمة معانا. هحط بقى معلقة كبيرة كده من الزيت، ودهنت العجينة بتاعتي من فوق والطبق كده كويس قوي. بعد كده غطيتها بالبلاستيك راب بقى فوطة مطبخ، وهنسيبها تخمر. وزي ما قلت لكم انا بحبش اخمر العجين في الفرن، مش بحب ابدا حركة ان احنا ندفي الفرن ونحط العجين فيه بما ان الجو بدأ يسقع. يعني انا بحب اخمرها في اوضه تكون يعني ما فيهاش تهويه جامد،
واغطيها كده بشويه بطاطين تقال وبفوطه مطبخ وبكيس كده او بالبلاستيك راب، وبتخمر معايا. بسيبها وقتها يعني خمرت معايا حوالي ساعه، بسيبها تخمر وتضاعف وريحتها تبدا تطلع، وكده بتبقى عندي الخميره ناجحه 100%. بصوا بقى العجينه طريه ازاي، ناعمه جدا يا جماعه بطريقه مش طبيعيه. بصوا كده خلاص اختمرت معايا بعد ساعه. هجيب بقى رشه كده من الدقيق كده على الكونتر، ونبدا نقسم الاول العجينه نصين علشان نعرف نشتغل. انا قسمت العجينه الاول لثلاث قطع او لنصين زي ما انتوا عايزين، حسب ما الترابيزه بتاعتكم متساويه، لان احنا عايزين نفردها حلو قوي مربع كبير كده علشان خاطر نعرف نلفها ويبقى معانا مساحه لللف. فانا قسمتها على 3، ممكن تقسموها على 3 او على 2 زي ما انتوا عايزين. العجينه مش بتلزق جامد قوي، بس يعني عشان الاحتياط وعشان نعرف نلفها عايزين رشه بسيطه جدا من الدقيق. هي العجينه مظبوطه معايا، بس رشه بسيطه قوي من الدقيق كده علشان خاطر لما نيجي نلفها ونبدا نشكلها ما تعذبناش. رشه بقى صغيره كده من الدقيق، وهبدا بقى اجيب العجينه بتاعتي والكورتين التانيين انا مغطيهم طبعا بفوطه مطبخ. هبدا بقى كده افرد بقى العجينه بتاعتي على سمك تقريبا يعني اقل من 1 سنتي شويه، لان احنا هنلفها كذا لفه فمش عايزينها تخينه قوي. لو انتوا عايزينها كبيره الفطاير بتاعتكم سيبوا السمك بتاع العجينه وانتوا بتفردوه تخين شويه، هتلفوه كمان لفتين هتبقى معاكم كبيره. هفهمكم دلوقتي اكتر ازاي. يعني انا دلوقتي خلاص انا هبدا بس افرد العجينه بتاعتي الاول على سمك تقريبا 1 سنتي، علشان انا مش عايزاها تبقى تخينه قوي، لان احنا زي ما قلت لكم لسه هنلفها لفتين كمان. كده انا خلاص فردت العجينه بتاعتي كويس قوي على سمك 1 سنتي. هبدا كده اظبط الزوايا زي ما انتوا شايفين، علشان انا عايزاه يبقى كده المقاس مظبوط، مفيش احرف طالعه ولا نازله، عشان العجينه بتاعتنا او المخبوزات بتاعتنا تطلع مسطره. هتفهموا دلوقتي ازاي الكلام بتاعي ده او انا بقول ايه، هتفهموا دلوقتي حالا. انا شلت الزوايا كويس قوي وبالمسطره كده، او يعني انا بحب اقيس كده عشان تطلع كل واحده قد التانية. هبدا كده اقسم العجينه بتاعتي، وفي حته زياده طلعت صغيره كده هشيلتها على جنب. عندي بقى هنا تمر، انتوا على فكره ممكن تحشوها اي حشوه انتوا حابينها، بس انا حشيتها النهارده تمر. التمر بتاعي ده انا جايبه تمر وحاطه عليه معلقتين كبار زبده وهو طري، وحطيت عليه كمان معلقه من السمسم. هنجيب كده العجينه التمر بتاعنا نعمله كده بشكل عشوائي كده، بس هنعمله زي مربع كده بسيط، وهنحطه كده على طرف العجينه زي ما انتوا شايفين بالظبط. واهم حاجه نظبطه ما يكونش طالع بره العجينه بتاعتي. وهبدا بقى، هو ده انا قلت لكم بقى، بصوا هنطبق تطبيقتين، فالعجينه ما تبقاش تخينه قوي عشان ما تطلعش معاكم منفوخه جامد. فلما نفردها على سمك 1 سنتي ادينا احنا لفيناها لفتين ازاي. وبعد كده هنيجي في الاخر بقى ونقطع شريطه صغيره عشان دي الفيونكه اللي هتمسك الكلام كله بقى. وزي ما انتوا شايفين بقى بالفيديو بالظبط، انا مش هشرح كتير طبعا، انتوا شايفين احنا عملنا ايه. هنضغط كويس قوي الفيونكه كده بتاعتنا عشان ما تفكش. بعد كده زي ما انتوا شايفين بصوا بقى رجعت طبقتها كده اهو. وهنقفل بقى. اهم حاجه بقى المرحله دي يا جماعه، لازم العجينه بتاعتنا طرفها يجي تحت العجينه شويه، ونقفل كويس قوي عشان لما تخمر ما تفكش، وعشان لما تتخبز كمان ما تفكش. بقت معانا احلى فيونكه رهيبه خطيره طعم وشكل، ويا جماعه الريحه بقى مش قادره اوصف لكم. بصوا بقى الجمال يعني في المرحله دي وعايزين ناكلها. تعالوا بقى هنوريكم واحده كمان علشان خاطر تتاكدوا ازاي قفلناها. هنحط كده طرف التمر كده في الطرف، هنعملها كده ناحية مرتين، نقفلها يعني نقفلها عليها مرتين كده. وبعد كده في الاخر كده هنطلع شريطة عشان
نربط بقى الكلام بتاعنا ده بيها. هنا لازم نقفل كويس قوي علشان ما تفكش معانا، هنضغط عليها كويس كده من النص ونبدأ بقى نقفلها. واهم حاجه زي ما قلت لكم ان احنا لازم الفطار بتاعتنا دي طرفها يوصل لتحت شويه، ما ينفعش تبقى من على الجنب عشان ما تفكش معانا في التخمير. اهو هبدأ اشد كده زي ما انتم شايفين واجيبها تحت كده من غير ما نبوظ المنظر، زي ما انتم شايفين بالظبط كده. بقت معانا فطاير شكل وريحه وطعم كمان، صدقوني لما تخبز هتطلع رهيبه. هنرصها بقى في صينيه مدهونه زيت او ورق زبده، وهنسيبها تخمر كمان من ربع نص ساعه لغايه ما تنتفخ زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى عندي صفار بيضه ومعلقتين كبار حليب ورشه فانيليا، وهنبدا بقى ندهن الكلام بتاعنا ده كويس جدا. انا حاولت اعمله كده زي طبقتين علشان انا عايزاها تاخد لون بني كده خطير. هدهن كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، نهتم كده بالزوايا وكل حاجه وبالراحه عشان ما نهبطش الخمير بتاعنا، لان هو مختمر تاني مره فعالي ما شاء الله، فعشان ما نهبطش. طبعا بقى لازم يكون مسخنين الفرن كويس جدا على درجه حراره 180، يعني اثناء ما الفطاير بتاعتنا بتتخبز للمره التانية من حوالي ربع ساعه لنص ساعه، نروح مدفيين بقى او مسخنين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. هنطلعها بقى نديها وش كويس قوي كده بصفار البيضه والحليب، وهنرش بقى كده شويه سمسم كده على الوش من فوق، مش عليها كلها، في النص بس. وبعد كده هندخلها الفرن، وخلي بالكم تراقبوها لان هي بتستوي يعني بتستوي بسرعه، هي منتفخه ما شاء الله متخمره معانا كويس جدا. ف على طول تحطوها في الفرن وتراقبوها. هنديها بقى وش اللمعه ده ازاي؟ معلقه كبيره كده زبده سايحه، عليها معلقه من العسل الابيض، ونبدا ندهن بقى وش العجينه اول ما بيطلع معانا، او مربى مشمش بندوبها كده على النار برضو نقدر ندهن بيها، لكن انا بفضل قوي معلقه العسل مع معلقه الزبده السايحه. استمتعوا يا جماعه مع كوبايه شاي، احلى فطاير هتجربوها. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه وما تنسوش تعملوا لايك للوصفه.